وافق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على العرض الذي تقدم به فريق الأهلي السعودي للحصول على خدمات الدولي الجزائري رياض محرز مقابل 30 مليون جنيه استرليني 34 مليون يورو، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية اليوم الأربعاء. وأوضحت التقارير أنه تم منح محرز الإذن بالتغيب عن رحلة الفريق الفائز بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي، الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، إلى القارة الآسيوية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. وأصبح محرز 32 عاما مستعدا الآن لمناقشة العرض السعودي قبل الانتقال المحتمل للأهلي الذي يرغب في التعاقد معه لمدة 3 أعوام حسب ما أفادت تقارير إخبارية. ولم يكن جناح ليستر سيتي الإنجليزي السابق ضمن قائمة مانشستر سيتي المكونة من 25 لاعبا التي ستسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية اليوم. وكان لمحرز عامان متبقيان على عقده الذي تم تمديده الصيف الماضي، لكنه عانى من قلة المشاركة في المباريات خلال الموسم الماضي الذي شهد إنجازا تاريخيا للفريق السماوي بحصوله على الثلاثية لأول مرة. ولعب محرز 22 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، واكتفى بمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي. وانضم قائد منتخب الجزائر لصفوف مانشستر سيتي عام 2018 قادما من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني، بعدما ساهم في تتويج الفريق الملقب بالثعالب بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015 و2016. وخلال تواجده مع فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا حصل محرز على لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات.